ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعرف فكرة المواصلات أصلا بدأت ازاي؟ بدأت لما الإنسان الأول زمان خالص كان عايز يتنقل من مكان لمكان، قعد يفكر كتير ويجرب كتير لغاية اما تعب، محاولة غلط ومحاولة فشل، وبعد ده كله اكتشف المشي. قام الصبح بدري، لبس ورقة التوت بتاعته وخد عضمته في ايده وبدأ يمشي، ياخد المشوار بتاعه صلانسيه كده واحدة واحدة، دنجة دنجة يعني. وبعد ما عدى اسبوع والتاني وهو لسه ماشي في نفس المشوار بتاعه، لقى نفسه مش هيخلص كده. من هنا اكتشف الانسان الاول تقنية المد، انه يمد يعني، وبدأ يفتح رجليه اكتر ويسرع حركة ايده علشان بيها يزود سرعته. ده تاريخ بقى، انا مش بفتي، بجيب لكم من الاساس. مش الحال شوية لغاية ما عدى من جنبه حصان رهوان، قال لك بس هو ده. من هنا بقى اكتشف الجري، قعد يجري زي الحصان. قال لك بص بيجري ازاي، لا يبقى نجري، مش يركب الحصان، غلاسه يجري. قعد يجري لغايه ما حصل الحصان، قفش فيه رجله، لقى ان كده اريح بكتير. عجبته الحكايه دي، بدا يقفش في اي حيوان سريع معدي علشان يروح مشاويره وكده، حصان، حمار، نعامه، كنغر. بس طبعا في الصيف القعده بتاعت الكنغر دي اللي هي في الجيب دي مش ظريفه خالص، حر شويه. من هنا بقى بدات فكره نشاه المواصلات، اركب اي حاجه سريعه عشان ننجز، وعشان طبعا الحيوانات طبعا مش هتسكت لنا، كان لازم نفكر في طريقه تانية للانتقال، واحنا مش هنخترع العجله، مش كده؟ اخترع العجله فعلا. الانسان الاول اخترع العجله، وده كان التطور الطبيعي، الكاريتا والحنطور، وبعدين العربيه، لحد ما وصلنا لجميع وسائل المواصلات اللي عندنا دلوقتي، بقينا عارفينها وبنستخدمها. احنا الحقيقه اتعودنا عليها زياده عن اللزوم، لدرجه ان احنا نسينا هي غريبه قد ايه. حاول مثلا تشرح حاجه زي الاتوبيس، مستطيل احمر كبير كده، بيطلع دخان اسود الصبح، وبالليل بيطلع دخان برضه بس احنا مش بنشوف، وعلشان يا حرام شقيان وبيجري على اكل عيشه في الشوارع من صباحيه ربنا في عز الشمس، فبيتحر جدا طبعا. فبيعمل ايه؟ بيفتح بابه من قدام وبابه من ورا، وبيفتح الباب اللي فوق الموتور علشان يعمل طيار. عارفين انتم يهوي؟ عارفين الحسابات بتاعت الفيزياء بتاعت الكتله والحجم والمساحه وممكن تشيل قد ايه؟ عارفين انتوا الحسابات؟ لو عارفينها ما تركزوش فيها، انسوا بقى الكلام ده، مش عندنا احنا خالص. احنا اتوبيسنا رمى الكتب دي كلها في مزبله التاريخ. العدد في الليمون، خش يا باشا، خش يا باشا اسمع الكلام، كمان الدنيا عندك جوه فاضيه. احنا اتوبيسنا ملهوش دعوه بقوانين الفيزياء، كل الهري والكلام الفاضي ده هو ممكن يكون ليه علاقه بالكيمياء علشان الريحه وكده، ولا الريحه احياء. ما علينا من مزايا الاتوبيس. الميزه هنا ان هو متعدد الاستخدام، تقدر تعتبره احيانا شبه مصحه نفسيه، جروب سربي كده، اعداد كبيره من الناس اصحاب مشاكل بيقعدوا مع بعض ساعات طويله، يقعدوا يفضفضوا لبعض ويسمعوا لبعض، ينصحوا بعض، يحلوا مشاكل بعض، وهتلاقي ألف مين يسمعك ويحس بيك ويهون عليك ويطبطب عليك ويتحرش بيه. الاتوبيس ده مش وسيله مواصلات وبس، ده حاجات كتير. انت ممكن تعتبره مول تجاري. في بياعين هتلاقيهم بيعرضوا عليك سلع وبتجيلك لغايه عندك على حجرك، وممكن تعتبره ملاهي، سرعه وغرز وفرمله وهاشتكى، منظومه كامله الاتوبيس بتاعنا ده. عندك بقى الميكروباص، ده برضه مستطيل بس اصغر شويه من الاتوبيس، يعني مستطيل وسريع ومتهور، وتلاقيه بيطلع منه موسيقى دراميه حزينه ودخان سجاير كليوباترا من الشباك كده، والسواق تلاقيه متدلدل معظمه من الشباك كده، والسبب مجهول ما تفهمش ليه. الميكروباص بقى يعتبر وسيله مواصلات سريعه جدا، وده لانه لا يمكن يمشي في خط مستقيم، ولا يمكن يقف ثابت في مكان معين ولو للحظه ولاي سبب، ملوش اي علاقه بقوانين المرور ولا الاشارات حتى. الميكروباص ده طائر حر طليق، علشان كده دايما تلاقيه طاير على الطريق، طاير بجد، تلاقيه بيكسر كل القيود، كل الحواجز، كل الاكسدامات، كل المرايات، كل الاشارات، بيكسر كل حاجه حواليه، محدش ينفع يوقفه خالص. تقول له هرم، طلبيه فوق الكوبري، مجمع 6 اكتوبر، مفيش يا باشا، متمرد سائر. علشان كده دايما تلاقيه يستشهد باقوال مقصوره حكيمه وعميقه، تلاقيه بيكتبها على ظهر العربيه كده، زي مثلا ايه؟ الحلوه جايه تهز طولها، قالت لي كلمه ما اقدرش اقولها. شوف العمق، سابك انت بقى تقعد تفكر دي كانت عامله ازاي وقالت له ايه. او مثلا لما كنت عصفور اكلوني ولما بقيت اسد صاحبون، تفهمش برضه هو حول ازاي، لكن عميق عميق. او يقضيها تهديدات بقى، تركب اسليك، تنزل اولع فيك، حكمه، عمق. حتى اسامي ولاده بيكتبها بعمق، منا طلة رزقني بيها وحماده جه يربيها. شفت انت بقى؟ عرفت حاجات عنه كتير قوي في الجمله دي. في بقى وسيله مواصلات اصغر من دي اللي هي التمنايه. التمنايه دي بقى تقدر تقول عليها مربعه او مدوره. بص، هو حاجه ممكن تكون مستطيل بس متصنفر من الزوايا، وعلشان تكوينه التشريحي الغريب ده نلاقي ان هو بيتقلب اكتر ما بيمشي، وهم عارفين الحقيقه دي، هم متصالحين معاها خالص، مبسوطين راكبين موافقين ان التمنايه تتقلب وتتعدل تاني، محدش بيشتكي ولا يستغرب ولا يتهز حتى. واخيرا بقى
يجي التوك توك. التوك توك ده بقى واقع في منطقه وسط كده ما بين العربيه والموتوسيكل والعجله والخنفسه. فاهم انت الحته دي؟ تحس ان هو هجين كده. معظم اللي عندهم توك توك بيكونوا شباب صغيرين في بدايه العمر، يعني مش عايز اقول اطفال بس هم تقريبا كده. فبيبقى عندهم حماس الشباب، تهور، طفوله، اقبال على الحياه. ده بقى بيبان جدا في حركاتهم وفي المساحات اللي بيمشوا فيها. مستحيل بيمشوا تحت عربيه فوق بلكونه، مش مشكله. ده بقى بيبان جدا على الحاجات اللي مكتوبه على التوك توك، اللي طبعا بتختلف اختلاف تام عن الميكروباص. سواق التوك توك زي ما قلت لك بيكون لسه صغير، عاطفي، حبيب، غلبان، عايش قصه حب، او مصاحب بيحوش علشان يخطب، حاجه كده. فتلاقي الكلام عامل ازاي؟ تلاقيه كاتب لك الحب بهدله، تلاقيه كاتبها كبيره كده جوه قلب بستيكر كبير، او العشق الممنوع، او امتى الزمان يسمح يا عويل. شوف برضو في حته مشاعر كده دخلت شويه على صياع، او مثلا كله بالحب، او البداية كانت ليك وفي النهاية بهون عليك. عواطف وصعبانيات وقصص، ودول 50% من التكاتك. الباقي بقى صورة محمد رمضان بس. فهمنا احنا كده. لكن في مواضيع العلاقات العاطفية دي الميكروباص بقى حاجة تانية. الراجل بقى الأكبر بقى ده اتهرس وشاف وبقى ميكروباص، وعنده حتة كده انتقامية في الكلام. الراجل اتقرص. هتلاقي الكلام ايه؟ حب ايه يا جاهل، مفيش واحدة تستاهل، اتنين ملهمش امان، الفرامل والنسوان، او ما تبصليش بعين رضية، ده انا طالع عيني في السعودية، ده انا بابا يلا، اللي قالها خالد صالح. تلاقي جنبها صورة محمد رمضان برضه. خلاص بقى فهم الدنيا ماشية ازاي، وبيدينا خلاصة تجربته عالجاهز كده، كتر خيره. لا وساعات ما يلاقيش حكمة جديدة خالص، فتلاقيه كاتب على ظهر الميكروباص الصمت لغة العظماء. طب اصمت، شيل الجملة دي. مش انت عايز تبقى صامت؟ لا انا هكلمك وهكتب، بس هكلمك عن الصمت. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.